قصة شرطي مرتشي ظالم. كان ياسين شرطيا في المدينة ليس كبقية أصدقاء من الشرطة. كان ياسين يعيش حياة مزدوجة. أمام الناس يظهر كحامل للقانون، لكنه في الخفاء كان يقبل الرشاوى ويمارس السلطة بظلم وتعسف. كانت الأموال السهلة تغريه، فقد أصبح يتمتع بنفوذ واسع، يستفيد من ضعفاء النفوس، ويغض النظر عن الجرائم الصغيرة لقاء بعض المال. ذات يوم جاءه رجل مسن طلب مساعدته. كان الرجل فقيرا ولديه مشكلة مع شخص نافذ يستغل أرضه الصغيرة، لكن ياسين رفض القيام بواجبه ومساعدة الرجل على تطبيق وتنفيذ ما ينص عليه القانون. وبدلا من ذلك هدد الشرطي ياسين الرجل بالسجن عبر تلفيق تهم له إن أصر على طلب الإنصاف وتنفيذ الحكم القضائي الذي لديه. غادر الرجل المسن مركز الشرطة محبطا ومهشما، في حين شعر ياسين بمتعة الإحساس بالقوة، قوة تجاوز واستغلال سلطة يعاقب عليها القانون كل صاحب وظيفة في دولة القانون والمؤسسات. بعد سنوات من المساعدة على الجريمة وحماية المجرمين مقابل مبالغ مالية، وبأن استطاع الشرطي ياسين من جمع ثروة من أعماله غير الشريفة، وقع في يد عصابة كانت تسيطر على أعمال غير قانونية في المنطقة، عصابات تهريب، عصابات متاجرة بالمخدرات وكل الممنوعات، عصابات تتاجر بكرامة البشر وبصحتهم. اعتقد أنه يمكنه التلاعب بهم كما كان يفعل مع الآخرين، لكنه لم يعرف أن هؤلاء المارقين عن القانون هذه المرة هم أشد منه بأسا ودهاء. بعد سنوات وجد نفسه محاصرا بين تهديدات العصابة وضغوطات الناس الذين استغلهم على مدار السنوات. وفي لحظة مواجهة غير متوقعة اشتبك الشرطي ياسين مع أفراد العصابة وانتهى به الأمر مطعونا. ترك ياسين الشرطي المرتشي ينزف في ظلام الليل وحده يستعيد ذكرياته في ظلم وإهانة الضعفاء من المواطنين. ترك الشرطي المرتشي ياسين ينزف عله يشعر بوزن أفعاله عليه. حين فارق الشرطي ياسين الحياة لم يذكره أحد بخير عكسر الكثير من أصدقائه الذين تركوا أثرا طيبا في نفوس سكان المدينة، والذين كانوا مثالا في الإخلاص والتضحية لحسن أداء واجبهم الأمني. ولم يحزن على الشرطي ياسين أحد من سكان المدينة، بل أصبح عبرة للناس، وأصبح حكاية تتناقلها الألسن عن نهاية كل ظالم يخون الأمانة ويستغل سلطته. كان سكان المدينة يرددون قولا قديما لأجدادهم: كما تدين تدان. علم الجميع من خلال قصة الشرطي ياسين المرتشي الظالم أن العدالة قد تتحقق بطرق غير متوقعة، وأن كل من يتجاوز القانون سيواجه عاقبته ولو بعد حين. مع تحيات الأستاذ لطفي يتلتلي.